هل السلام عليكم خوتي وخواتاتي ومرحبا بكم في وصفات رشيدة العمري. اليوم يا البنات غادي نديروا الرايب ديال الدار، وغادي نستغناو على الرايب ديال المحلابات. كيجي سهل في التحضير وكيجي رائع في المذاق بمكونات موجوده في الدار. ان شاء الله تبعوا الطريقه والمقادير وغادي ينجح معكم. وهذا هو القوام ديالو من بعد ما كنخليوه بيت ليله كامله. انا غنعملو في الكسكاس، وان شاء الله يعني تجربوا هذه الطريقه اللي بسيطه جدا وفي المتناول وبصحتكم وراحتكم. ورمضان مبارك كريم عليكم اجمعين. باش ما تمنيتو يلا المقادير وبقاو مع الطريقه. على بركه الله. في المقادير كنحتاجو اللتر ديال الحليب يكون كامل الدسم اي نوعيه. من بعد كنحتاجو السكر على حسب الرغبه ديالكم، 2 علب ديال دانون فانيلا، وكنحتاجو لهاد الكؤوس اولا الكؤوس ديال الزجاج، وكنحتاجو لواحد 2 معالق كبار ديال النيدو والفانيلا ولا على حسب اللي بغيتو. هنايا غادي ناخذ الحليب، عندي لتر ديال الحليب كامل الدسم، وغنضيف ليه السكر كيبقى على حسب الرغبه ديالكم شحال ما بغيتو. ويمكن لكم تضيفوا حتى الفانيلا، لكم الاختيار اولا اي نسمه كتبغيوها. صافي غادي نضيف معها الحليب مجفف، لان عندي هذاك الزبادي اولا دانون عندي شويه جاري. لهذا غادي نعمل هاد 2 معالق ديال الحليب بودره نيدو. غادي نخلط هاد المكونات جيدا حتى غينسجموا. من بعد غادي نعملهم فوق النار حتى غيوصلوا لدرجه الغليان ونكمل معكم. بالنسبه خوتي، سواء تعملوه في الفران الا كان عندكم سخون وطفيتوه، اولا تعملوه في الكسكاس، لكم الاختيار اللي بغيتو. بالنسبه لي انا غادي نعملو في الكسكاس. غادي ها نتوما هنا عندي الماء مغلى، وغادي ناخذ هذاك الكسكاس غادي نحطو من بعد ملي غنوجد الوصفه غنحطها فيها. صافي هنايا البنات غادي نبدا نخلط جيدا حتى غادي يغلى لي هذا الحليب هذا، ومن بعد غنخليه جانبا حتى غادي يدفى باش ما يخسرش ليا هذاك يعني هذاك الرايب. من بعد اخوتي غادي ناخذ هاد 2 علب ديال دانون فانيلا، ويكون يستحسن يكون عاقد، يعني ما يكونش خفيف. انا بالنسبه لي حيت انا عندي هذا شويه خفيف. هانتوما اخوتي هنايا كيغلي ليا الحليب، غنطفي عليه. صافي دابا وصل لدرجه الغليان. دابا غنطفي عليه ونخليه حتى غادي يدفى. في واحد الاناء واحد اخر غادي نخلط هاد الدانون هذا. غادي نخلط 2 علب ديال دانون وغادي نخلطهم جيدا. من بعد ملي كيدفى ليا داك الخليط، ملي كتعملوا الاصبع ديالكم كيبان لكم يعني راه يعني ما كتحرقوا ما والو. صافي باش هكا يتفاعل لينا هذاك الحليب مع هاد البكتيريا ديال دانون، باش يخمر لينا هاد الرايب هذا. صافي كما كتشوفوا هنا خويت 2 علب ديال دانون، ومن بعد غادي نخلطهم جيدا. وان شاء الله تجربوا هذه الطريقه اللي بسيطه جدا. وكنشكر كاع الاصدقاء ديالي اللي جربوا الوصفات ديالي وكيبعثوا ليا اللي يخطيهم الله يجازيهم بخير. وشكرا على ثقتهم بالقناه. هنا نتوما كما كتشوفوا صافي راه هنا وصل لدرجه الغليان. غادي نطفي عليه وغادي نخليه حتى غيدفى. يعني ما تعملوش هو سخون باش ما يخسرش لكم هاد الدانون. ها نتوما باش تعرفوا يعني كتخشيو الاصبع ديالكم كيبان لكم يعني ما راه دافي ما كتحرقوا ما والو. صافي من بعد غناخذ واحد شويه من هذا الحليب وغادي نخلطو مع هذا الدانون. ومن بعد كتخلطوه جيدا وكتردوه لهذا الحليب اللي عندي وكتخلطوه حتى غينسجموا. صافي ومن بعد غتخويوه اما في كؤوس اولا في اي حاجه كتبغيوها، لكم الاختيار. انا بالنسبه لي عندي هذوك القريعات الصغار ديال الرايب. صافي خلطوا خوتي مزيان. من بعد غادي نضيفوا الخليط الاول ديال الحليب كما كتشوفوا. صافي ومن بعد غنخلط مزيان حتى غينسجموا. صافي كتخويو في هذوك القريعات، ومن بعد كتغطيوهم اما بالبلاستيك الغذائي. انا ما كنتش غطيتهم بالبلاستيك الغذائي باش ما يهبطش لكم هذاك الماء ديال البخار. المهم غطوه بالبلاستيك الغذائي، عاد عملوا عليه هذاك يعني القفاله ديالها او الغطاء ديالها. صافي بحال هكا غادي نخوي يعني القياس ديالكم شحال ما بغيتو.
هانتوما صافي غادي نفرغهم، ومن بعد مباشره غادي نسدهم ونعملهم في هاد الكسكاس. اولا يمكن لكم الا كنتم طيبين الخبز اولا شاعلين الفران وطفيتوا عليه، يعني بسرعه راه يعني كيجمد. كان سبق لي وحضرت واحد الرايب، ومنين كان طفيت على الفران خشيته ما كملاتش ساعتين كان راب، لان كان الفران شويه سخون. وبالنسبه لكم يعني يقدر تخليوه ليله كامله. صافي غادي نغطيهم. هنا عملوا خوتي عملوا البلاستيك الغذائي باش ما ينزلش داك الماء، ما ينزلش لكم على الرايب. انا هنا كنت نسيت ما درتش البلاستيك. صافي من بعد ملي كتسدوا هاد الغطاء هذا وغادي تعملوه في هاد البرمه اللي غنوريكم، وغادي تعملوا شي بحال شي فوطه اولا شي غطاء. من بعد ان شاء الله نكمل معكم. ها انتم اخوتي هنايا ها هو الماء مغلي، درت هنا الكسكاس، وغادي ناخذ واحد الفوطه غنعملها من الفوق، ومن بعد غنعمل واحد البلاستيك عاد نعمل شي غطاء من فوق منها باش هكا يعني يتماسك ليا. باش هكا يتشد عليه الصهد. ها نتوما هنايا راه خليته تقريبا شي مده ديال 4 ديال السوايع، وجيت نطلع عليه. ها هو يعني هنا راه باقي ما رابش، ولكن غنخليه ليله كامله. هنايا زربت عليك كليتو، ما نكذبش عليكم اخوتي، والله العظيم جا واحد الرايب غزال. هنا ها نتوما كما غتشوفوا غنبقى ناكل. ها نتوما اللي كيبان لكم هذاك البخار طالع، بغيت نشوفو كي جا، ولكن جا غزال الصراحه نتوما. ولكن خليوه ليله كامله حتى الصباح، وهذا هو الشكل ديالو. من بعد ما كيصبح كيكون عاقد وكيكون متماسك. من بعد كتعملوه في الثلاجه. النصيحه اللي غنعطيكم ملي تبغيو تسدوا عملوا بلاستيك باش ما يرجعش عليه داك الصهد. صافي ومن بعد عملوا شي غطاء من الفوق، وهاكا ان شاء الله تجربوه وتحضروه في هذا رمضان للسحور او للفطور اللي بغيتو. يمكن لكم تزينوه بالسيرو، يمكن لكم تعملوه فواكه اللي عجبكم، لكم اختيار. وان شاء الله تجربوه ويعجبكم. شكرا على المتابعه ديالكم، وشكرا على دعمكم، وشكرا دائما التعليقات ديالكم اللي كيفرحوني اللي خدتكم عليا. كانت معكم وصفات رشيده العمري. شكرا على المشاهده، والى فيديو قادم بحول الله مع وصفات سهله ومبسطه. كنحيي كاع الاصدقاء ديالي، العائله ديالي، كل المحبين اللي كيبغيوني حتى انا كنبغيهم. شكرا لهم واللي خدتهم عليا. وان شاء الله مع مزيد من الوصفات السهله والمبسطه. كانت معكم وصفات رشيده العمري. شكرا على المتابعه والمشاهده، وما تنسوناش بواحد لايك واشتراك وتعليق وبارطاج واللي خدتكم عليا. والى فيديو قادم بحول الله مع وصفات سهله ومبسطه. الله بسلامه عليكم.